السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا عارفين ان احنا في شهر تخزين الزبدة والسمن البلدي. شهر طوبة ده الشهر الوحيد اللي تقدري تخزني فيه الزبدة والسمن البلدي. معايا هنا بقى كمية الزبدة اللي هي الصفرة دي زبدة بقر، والزبدة البيضة دي زبدة جاموسي. اول حاجة هنعملها كده نختبر الزبدة بتاعنا. طبعا الفلاحين بيدولنا الزبدة قرص كده مدور على بعضه، ما نعرفش جواه ايه ولا عامل ازاي. عشان تختبريه تفتحي القرص كده من النص، تاخدي حتة صغيرة كده تسيحيها كده على ايدك او تدقيها، يعني لو عارفة طعم الزبدة الفلاحي الاصلي هتعرفيها على طول اذا كانت مغشوشة ولا سليمة. معايا هنا بقى الخطوة دي برضو ممكن تستغني عنها لو انتي واثقة في الفلاحة اللي انتي جايبة منها الزبدة ان هي زبدة مضمونة، وزبدة كمان ما فيهاش المية اللي هي الشرش، متصفية كويس جدا وما فيهاش مية او فيها شرش خالص. لو انتي طبعا مش واثقة في الفلاحة او جايباها من مكان يعني ما انتش عارفة هما مصفينها كويس ولا لا، فهتقدري تعملي الخطوة اللي انا بعملها دي. انا كده كده بعمل الخطوة دي لازم لما بجيب الزبدة. بجيب العجان بتاعي كده بحط فيه الزبدة واحط فيه معلقتين ملح، وبقعد بقى اضرب في الزبدة كده. او لو مفيش عجان بتحطها في طبق كبير، ترش عليها الملح وتفضلي تعجني فيها، تشوفي لو جابت معاكي مية بتعجني فيها لحد ما تصفي المية اللي فيها خالص. ما جابتش معاكي مية يبقى خلاص الزبدة دي تمام، وتقدري تسيحيها على طول. تمام. هنا بقى خلصت الكمية بتاعتي كلها هي في العجان. هوريلكوا برضو ازاي هنا تعجنوها لحد ما تطلع المية بتاعكو. اهو بتعجني فيها كده لحد ما تطلع المية اللي فيها، يعني كام عجنة كده وهتعرفي اذا كانت فيها مية ولا ما فيهاش اللي هو الشرش. تمام. انا الزبدة بتاعتي ما طلعتش الا شوية الصغيرة اللي انتوا شايفينها دي، بس لازم اعمل الخطوة دي عشان اضمن نجاح السمن بتاعتي وعلشان تعيش معايا للسنة كلها، وكمان عشان اخد سمنة صافية خالص كده ورايقة، والزبدة او المرتة بتاعتها او العجوزة بتاعها تبقى برضو رايقة كده مش غامقة اوي. خلاص هنا بقى كده قرصت الزبدة بتاعتي كده لكور، وحطيتها بقى في الحلل وهنسيحها يلا على البوتاجاز. طبعا عملت في الجاموس نفس اللي عملته في الزبدة البقر بالظبط. حطيت شوية ملح وفضلت اعجن فيها برضو لحد ما طلعت الشرش بتاعها. طبعا الحمد لله الزبدة بتاعتي كلها ما طلعتش شرش خالص، طلعتش مية يعني. هنا بقى هاخد حتة زبدة كده خزنها زبدة بدون مسيحها، وهسيح بقى بقية الزبدة كده على النار زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى اول خطوة هنحط الزبدة على طول على نار عالية، وتفضلي تقلبي فيها تقلبي فيها لحد ما الكور اللي معاكي دي تسيح خالص تبقى زي الزيت كده، زي ما انت هتشوفوا دلوقتي. هنا بقى لقيت الحلتين يعني في الفاضي، فقلبت الزبدة اللي هي البقري كلها في حلة واحدة. هنفضل بقى نسخن في الزبدة كده، نسخن فيها دلوقتي هي بتسخن بس وبتسيح من بعضها بتفك من بعضها. تمام. هفضل اقلب فيها كل ده على نار عالية وايدي فيها ما سيبهاش ابدا واروح في اي مكان علشان ما تتحرقش مني. هنا الزبدة بقى اللي احنا شلناها وتنخزنها في الفريزر اهو. الزبدة خلاص ساحت خالص اهيت، ما عادش فيها ولا حتة ولا كتلة اهو زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى الم الجوانب بتاعتها خالص وانضف الحلة بتاعتي او واسيبها بقى على نار هادية. نفس الكلام برضو في الزبدة الجاموس، هنقلها بقى على النار الصغيرة وهسيبها تعيش مع نفسها كده على نار هادية، وكل شوية اقلب فيها. بصي بقى الخطوة دي خطوة مهمة جدا جدا جدا، انت ممكن تسيبيها على البوتاجاز اكتر من 5 6 ساعات بس تهديلها النار. شايفين انا عملت النار الصغيرة ازاي؟ هسيبها كده، بس مش معنى ان انا موطيالها ان انا هسيبها بقى واقعد يعني ما اشوفهاش ولا اقلب فيها. لا، لازم طول ما هي على النار ايدي فيها على طول بتقلبها من تحت بالذات. يعني بصوا تمسكوا المعلقة كده ومن تحت او من ارضية الحلة وتقلبوا فيها قوي قوي علشان المرتة اللي بتنزل منها
بتتحرق بسرعة من تحت لو مقلبتش فيه. فشايفين انا هنا كل شوية بقلب فيها وبلم الجوانب بتاعتها برضو عشان ما تعملش حروف ناشفة تنزل في السمنة بتاعتي تبوظ لي منظرها وتديني شكل مش حلو ولا طعم مش حلو. تمام. هنا برضو نفس النظام في السمن الجاموس، بقلبها كويس اوي من تحت، بجرد كده الحلة من تحت علشان مفيش حاجة تكون لازقة. تمام. وبلم الجوانب بتاعة الحلة وبوطي عليها خالص. طبعا الدنيا متبهدلة اخر بهدلة من الزبدة، فطبعا ما تسيبيش الحاجات اللي انت عملت فيها الزبدة دي تركنيها، لازم تغسليها على طول عشان بتجمد الزبدة بتجمد كده، بتبقى عاملة زي السمن في الحلل بقى وفي العجان والكلام ده. فقلنا بقى ايه، نغسلها كده واحنا بنسيح اليوم كله، طبعا ضايع في تسييح الزبدة دي. فقلنا بقى ننضف الدنيا كده من حوالينا. يعني بصي اعملي اللي وراكي كله، بس كل تقريبا 5 دقايق تروحي تقلبي في الحله، كل 5 دقايق تروحي تقلبي في الحله وتلمي الجناب بتاعتها وتقلبيها كويس قوي قوي وتغطي كل شويه كل شويه. دي اهم خطوه. لو السمنه اتحرقت منك والمرطه نزلت تحت وما قلبتيش فيها هتاخدي سمنه لونها غامق وريحتها محروقة وطعمها فيه طعم الحرق كده، مش تعجبك خالص. هنا بقى الزبدة بدأت اهيت ان هي تفصل، بدأت المرطة تنزل تحت. هنا بقى الزوايد بتاعتها دي انا ما بحبهاش في السمنة فبشيلها، هي برضو بتبقى سمنة بس بسيبها بقى لحاجات معينة كده، ممكن احط معلقة منها على طبيخ مش عارف ايه، بس ايه المهم ان انا ما اعبيهاش في البرطمانات اللي انا هخزن فيها. هنا المرطة اهيت لسه لونها ابيض، معنى كده ان احنا لسه في المضمون ولسه السمنة بتاعتنا ما استوتش. كده خلاص السمنة استوت وبقت زي الفل. هنشيل الحاجات اللي على الوش بقى الزيادة اللي ملهاش لازمة دي، وهنطفي بقى عن السمنة بتاعنا. خلاص كده خلاص كده السمنة بتاعنا بقى خلاص خلصت وبقت جاهزة. ودي الجاموس اللي هي في الحلة الصغيرة دي الفاتحة شوية، واللي انا بعبيها دي اللي هي الزبدة البقر او السمنة بقى البقر اللي البقر. تمام. بنجيب بقى برطمانات تكون متعقمة كويس جدا جدا، دي اهم خطوة. بصوا اللي فات ده كوم واللي احنا بنعمله دلوقتي كوم تاني. ازاي؟ البرطمانات دي اللي هنخزن فيها السمنة من السنة للسنة، فلازم تكون متعقمة كويس جدا جدا ومتنشفة كويس قوي قوي قوي. شوفوا لازم تكون متنشفة قوي عشان تضمني السمنة بتاعتك تعيش معاكي فترة طويلة جدا وهي لسه كويسة وزي ما هي. تمام. فعبينا بقى كده السمن اللي هي الجاموس. هنا بوريلكم ارضية الحلة ان هي مش لازقة، هي راقدة تحت. تمام. بنعبي بقى كل حاجة لوحدها، بنعبي البقر لوحده والجاموس لوحده. البرطمانات يا بنات تكون ناشفة جدا جدا جدا، متعقمة كويس اوي وناشفة كويس اوي. هنا كده بقى اللي هي الصفرة دي كمية البقر، واللي هي البيضة شوية او الفاتحة دي اللي هي السمن الجاموس، ودي المرتة بقى التحفة اوي 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 اللي طالعة منهم. بصوا المرتة دي بقى السمن كله في جنب والمرتة دي بقى في جنب لوحدها، حاجة كده. بصوا العيش. خلاص كده دي هنسيب بقى البرطمانات لحد ما تبرد خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا كانت بردت قوي 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 ومسكت اهيت في بعضها اهي زي ما انتوا شايفين. ما تقفليش البرطمانات بتاعتك غير لما السمن يبرد خالص ويجمد ويمسك. هنا بقى البرطمان ده كنت خدت منه حته كده ما قدرتش اقاوم، عملت بها بيض علشان اشوف طعمها وريحتها عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله، والترميله اصلا باينه قدامكم اهي، السمن مرمل كده وجميل قوي قوي ما شاء الله. وده الشكل النهائي. اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده، في رعايه الله. سلام عليكم.